اللسان يعوّد على الخير والسكوت عما لا ينفع، وكثير منا يخوض أو يبدي رأيه في المجالس في أمور تتعلق بقوانين الدول، أو بزيادة سعر وقود متذمرًا، أو شروط بعض الخدمات، أو ينتقد تحويلة شارع، أو تحديد سرعة طريق، أو، وهذا النقد والكلام في حقيقته لا يقدم ولا يؤخر شيئًا، إنما هو حديث مجالس، بل قد يوغر الصدور ويشحن النفوس بالشر وعدم الشكر، وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام المتقدم: فليكن خيرًا أو ليصمت. قول الخير إذا رأيت المجلس هكذا ذكر الناس بالنعم، ذكر الناس بالخير، ذكر الناس بنعمة السلطان العادل والحاكم الذي وصل خيره لكل مكان، ذكرهم بشكر النعم أنها تبقى وتدوم وتزيد، وادعوا بالتوفيق للمسؤولين، وإلا اصمت. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كره لكم قيل وقال. ولذلك كان المسعود يقول: والذي لا إله غيره ما على وجه الأرض شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وكان يقول: أنذرتكم فضول الكلام، بحسب أحدكم ما بلغ حاجته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أكثر خطايا بني آدم في ألسنتهم،